السلام عليكم ورحمة الله. وزي ما انتوا شايفين النهاردة ان شاء الله هنعمل خبز الباجيت. سهل وجميل واستخداماته كتير. معايا نص كيلو دقيق، 5 جرام خميرة، و7 جرام ملح، و325 جرام مش ملي مية دافية. يعني هحط الكب على الميزان واصفره واحسب 325 جرام. هحط كل المكونات على بعض وهنعجن هنا بطريقة مختلفة تماما. هنقلب بس المكونات مع بعض، نخلطها لحد الدقيق ما يختفي وبس. الموضوع ده بياخد دقيقتين تقريبا. بصوا العجينة متكتلة، مش ناعمة خالص، بتلزق جدا. مش هزود مية خالص. هسيبها على الحال ده زي ما انتوا شايفين كده نص ساعة. بعد ما اكون غطيتها بستريتش راب ارجع لها وهعيد اللي عملته تاني. يجي بقى في الدقيق عشان بصوا بيلزق، وهجيب من تحت لفوق واضغط من تحت لفوق والف في الطبق واجيب من تحت لفوق. افضل اكرر العملية دي تقريبا دقيقتين متواصل. بصوا كل ما ايدي يتلزق املاها بالدقيق تاني. ما بجيبش دقيق زيادة عن العجينة عشان انا عايزة الملمس والقوام كده. انا بس ايه يعني ببعد العجينة عن ايدي بالدقيق واغطيها واسيبها نص ساعة كمان، وهرجع تاني اعمل نفس اللي عملته تاني. بس هنا بصوا العجينة مختلفة، بدأت تنعم، التكتلات تقل والتلزيق يقل. برضو هفضل دقيقتين متواصلين بجيب من تحت لفوق واضغط والف في الطبق. بصوا وانا بلف العجين خلاص ما بقاش ماسك في البولة. بصوا من تحت لفوق واضغط دقيقتين متواصلين اعمل الموضوع ده اهو لحد بصوا العجينة ما سابت البولة بسهولة ازاي. وهسيبها نص ساعة كمان، وبعدين ابدا اشيل الاسترتش راب اللي انا كنت حطاه وانقل العجينة على الرخام عشان اشتغل فيها. انا ليه بعجن بالطريقة دي؟ لان انا محتاجة ان يبقى في فقاعات كتيرة جدا جوه العجينة. مش هتيجي غير باللي انا بعمله بالطريقة دي، ان انا اخمر قوي واهبط العجينة وارجع اخمر تاني فيدخل فيها كمية هوا كتير، وطبعا دي هتفرق في النتيجة معايا. بغبر ايدي اهو بعمل نفس اللي كنت عاملاه في البولة، من تحت لفوق والف من تحت لفوق. بصوا الفقاعات اهي، بصوا الهوا. انا كده تمام جدا وماشية صح. بالراحة جدا، عجينة خفيفة قوي تحت ايدي وجميلة وملساء وكل حاجة. من تحت لفوق والف. بصوا بدأت ما تلزقش في ايدي خالص اهي، ولا في الرخام ولا في اي حاجة. برضو دقيقتين متواصل انا بعمل كده. يبقى انا خمرتها نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة. تمام. وما بين كل مرة ومرة دقيقتين انا بعجن فيهم وارجع اخمرها تاني. بعد ما عملت المرحلة دي كده اللي انا عجنتها ببرمها عشان اقطع بقى العجين لأرغفة. انا هنا هعملها 3 أرغفة. بصوا وانا بقطع بالراحة وما اروحش واجي كتير على العجين اهو. وابدأ بقى اكورهم كده. بصوا اخدت شوية دقيق ازاي صغيرين قوي. لو كترت دقيق العجينة هتجري مني على الرخام مش هعرف المها. واجيب بكلوة ايدي من بره لجوه والف، وبعدين اطبطب على العجينة احضنها كده الفها بايدي بالراحة جدا. انا وانا بشتغل بالراحة على العجين لان كل ما انا كنت حنينة معاه النتيجة هتبقى كويسة والعيش مش هيقطع. دي حاجة مهمة جدا خدوا بالكم. مبقاش قاسية على العجين وانا بعجن. بصوا كورتها ازاي، لميتها على بعضها. احطها بقى كده. هوريكوا تاني العجينة. الجزء ده انا حسيته كبير، خدت منه جزء العجينة الفاضلة لان كنت حاساها صغيرة شوية. احاول على قد ما اقدر تبقى ايدي ميزان كده واوازن نفسي اهو بكلوة ايدي. ابرم بايديا الاتنين، الف الف افضل الف لحد ما تتكور. من الحر هنا عشان احنا في الصيف العجين بدأ يلزق شوية. مش هزود دقيق عشان مش عايزة قوام العجين يتغير. في عجين بيبقى محتاج ان هو بقى بيلزق شوية، في عجين بيحتاج يبقى قاسي شوية. فكل ما انا اتبع الخطوات صح واشوف العجين محتاج ايه اعجنه بالطريقة المظبوط، يبقى ملمسه بالقوام المظبوط، هاخد نتيجة مظبوطة ان شاء الله. بصوا هكرر الموضوع في تالت قطعة برضو اهو بكلوة ايدي وابدأ الف.
واحط تحتها رشه دقيق صغيره بس كده، ونرجع بالاسترتش راب كمان نسيبها هنا تلت ساعه. بعد 3 مرات نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه، المره دي تلت ساعه. اغطيها كده واسيبها. بصوا خمرت ازاي وبقت جميله تحفه، ملمسها حلو جدا. هاخد بقى الرغيف كده وابدا اشكله. طبعا هرش رشه دقيق على الرخام عشان ما يمسكش فيها. هفرد العجين بشكل طولي. بصوا الفقاعات يا جماعه، احنا كده شغالين تمام، ان شاء الله تطلع كده زي ما شفتوا. افرد بشكل طولي الرغيف بالراحه جدا، وانا شغاله بسمع طرقعه الهواء وهو بيطلع من العجين. كل ما كان صوت الطرقعه ده كتير وقوي، ده معناها ان احنا كده العيش باذن الله يطلع كويس ومظبوط وقوامه جميل. تمام، فردته اهو. باخد بقى من حرف العجينه لحد النص من الحرف اهو لحد نص العيش. اضغط بصوابعي بالراحه، بس اضغط كويس. الضغطه دي هتساعد ان انا لما اجي اقطع العيش في الاخر ما يبقاش فيه فراغات من جوه. بصوا بضغط عليها ازاي اهو. بعد كده بقفل العجينه خالص وبكلمه ايدي اتني. تمام اهو، بكلمه ايدي اقفل عليها، وبما ان العجينه بتلزق فهو هيقفل. وبعدين بقفل بقى من اللحام بتاع العيش اللي تحت ده زي القطايف كده، بمشي عليها بالراحه عشان اتاكد ان هو قفل تمام وما يفتحش لما يخمر. ابرم بقى برمتين. بصوا صوابعي اهو من جوه لبره وانا فاتحه ايدي، وبالراحه جدا رايح جاي مرتين تلاتة. البوز اهو هتك عليهم عشان نعمل بوز الرغيف البيضاوي ده. لو كترت دقيق وانا بفرش من تحت كده هتجري مني العجينه ومش هعرف اعمل اللي انا عايزاه. بوريكم ان اللحام اهو هيبقى من تحت في الصاج. رشه دقيق. الصاجات دي لو مش موجوده عادي جدا، يعني هنعمل في صاجات الفرن العاديه وبرضه هتطلع نفس النتيجه، يعني مش لازم الصاج ده ابدا، بس هو عشان موجود عندي يعني. بصوا ساوي كده الرغيف عشان ميبقاش رفيع من ناحيه وتخين من ناحيه اهو. وهنكرر العمليه في الرغيفين التانيين. افرد بشكل طولي واخلي بالي ما كترش دقيق. وبعدين لما بفرد اقلب بقى كده، والجزء اللي من تحت ده هو اللي هتني عليه العجين اهو. بصوا ضغطت ازاي. العيش ده بقى يتقطع ترانشات ويتعمل في الفرن، يتحمص بزبدة وتوم، يتاكل بيه زبدة ومربى، يتحط جنب شوربة متحمص سادة. بصوا سبتها المرة دي تخمر نص ساعة كمان، لا سوري ساعة، انا اسفة. اخر تخميرة خالص دي بسيبه ساعة. بعد ما سبته رشيت عليه رشة دقيق وبفتح العيش بالقطر. لو انت خايفة من المرحلة دي او ايدك لسه تقيلة وخايفة تقطعي العجين جامد، بعد ما رصيناه في الصاج تقدري ترشي رشة الدقيق وتديله السكينة بتاعته براحتك، هيبقى لسه ما خمرش اصلا. وبعدين بتغطيه كويس وتسيبيه ساعة، فكده تتفادي ان انت ايه تهبطي الخميرة بعد ما دخلت في العيش. وبعدين هيكون الفرن بقى محمي على 220، والبخه اللي انتوا شفتوها بتاعه الميه دي جوه الفرن. لما ادخل العيش الفرن ببخه وهو جوه الفرن عشان يديني بخار، تخلي العيش زي ما انتوا شايفين انا بخبط عليه ناشف ازاي. ده بيحصل ان انا ببخ العجين جوه الفرن مش بره. بقطع بصوا ناشف قاسي، لكن تيجي تمسكيها من جوه طريه جدا وطعمه تحفه. وبالهنا والشفا يا جماعه.